مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. انا هعلمكم النهارده ازاي تعملوا الجبنه الفلاحي في البيت. انا معايا 4 كيلو من اللبن، بسيبهم على النار يدفوا لغايه ما يبقوا دافيين زي دمع العين. كل شويه هنحط صابعنا كده او نحط المعلقه نقيس درجه حرارتها، لازم تبقى فتره زي دمع العين. طيب احنا توقيت شتوي، ممكن نزود الحرارة بتاعتها شوية. معايا 4 كيلو لبن، ومعايا 4 معالق من الملح. 4 معالق من الملح هضيفهم تدريجي في قلب اللبن، يعني انا هضيف الملح تدريجي في قلب اللبن. طيب انت لو هتخزنيها لشهر رمضان، انا بقلب كده عشان الملح يدوب قبل ما هي تاخد الحرارة بتاعتها الكاملة. انا هسيبها كده لغاية ما احس ان هي خلاص اللبن دفي معايا كده. كده انا وصلت لمستوى اللبن اللي انا الدفى اللي انا عايزاه للبن. انا كده بقلب وهدوق على لساني الحدق عامل ازاي. كل ما الاقيها محتاجه ملح ازود لها، يعني ال4 معالق ملح اتحطوا كاملين في قلب ال4 كيلو لبن. يعني كيلو لبن بحط له معلقه. طب في ناس بتحبها حادقه شويه، يبقى كيلو اللبن حط له معلقه ونص، معلقتين، حسب الرغبه، حسب رغبتك انت عاوزاها ايه. انا كده اللبن دفي معايا. هوريكم اهم تركه في الجبنه. اللبن الجاموسي ما تعملوش بلبن بقري طبعا، ما تجيبش معاكم جبنه، ما تديش انتاج يعني. لبن جاموسي تسخنوه على النار لغايه ما تحسي بالسخونيه، تحسي بدفيانه وانت حاطه صبعك، تقيسي على المعلقه كده، تحط طرف صبعك تحسيبه. ليه تحسيبه؟ لان احنا توقيت شتوي. لو احنا في الصيف تبقى زي دمع العين، وتقوم مطفيه عليها بعد ما تحط عليها الملح اللازم، الملح اللي انت عاوزاه. طيب انت هتضيفي ايه تاني جديد؟ لو انت هتخزني الجبنه دي وتبقى جبنه قديمه مثلا لرمضان او هتعينها للصيف، تبقى تحطي حدق اكتر من كده، زودي الملح شويه، يعني ضعف الكميه. وما تيجي تخزني الميه اللي هتصفى منها تتعان وتتصب عليها بعد ما تتقطع، وتحط عليها شطه، وتحط عليها ملح على الوش، وتحط عليها نفس الميه اللي نزلت منها، وتقفل عليها كويس قوي عشان ما تدوتش وتتعان زي ما انت عاوزاها. طب انا مانيش هخزنها واكلها على طول، بتستحسن تبقى عدبه شويه، فاحنا بنحط على كل لبن معلقه ملح. ملح خشن، ملح من العادي، براحتك خالص اللي متوفر عندك. هتعملي ال4 كيلو على 4 معالق، وهنضيف ايه بقى؟ هنضيف ايه عليهم؟ انا هوريكم الوقت هنضيف ايه، انتظروا. طيب احنا هنضيف ايه؟ هنضيف الاجزة. شايفين اللون ده؟ شايفين الشكل ده؟ ال4 كيلو لبن عليهم 4 معالق من الاجزة. الاجزة دي الاجزة دي هي اللي بتخلي اللبن يربط ويبقى جبنة. معايا كل كيلو دقيق عليه معلقة أجزة. هوريها لكم بصورة أوضح. هوريكم اللون زي ما احنا شايفينها كده. دول 4 معالق، 4 معالق بس، كل كيلو عايز معلقة وممكن أقل، بس احنا بنقول توقيت شتوي، يعني ايه؟ نخلي الكل كله لبن معلقة أجزة. معلقة الأجزة يكون اللبن دافي ومحطوط فيه الملح، ودقت الحدق بتاع الملح لقيته مظبوط وكويس معانا. هنقوم صابين الأجزة بالطريقة دي، بس هنقلبهم تقليبة واحدة بس بالمعلقة. هنقلب كده كده بالمعلقة بس، ونسيبها كده لغاية الصبح. احنا كده بنعمل بالليل بعد العشاء اهو. انا هغطي عليها وهسيبها في مكانها كده على البوتاجاز للصبح. ان شاء الله الصبح قبل ما اصفيها من الميه اوريها لكم ان شاء الله وهي رابطه، وارجع اسيبها تصفى ساعه ولا 2 واوريها لكم واقطعها قدامكم، وان شاء الله تطلع كويسه ان شاء الله، ونتقابل الصبح باذن الله. السلام عليكم. صباح الخير يا حبايبي، ورجعنا لكم تاني. ده شكل الجبنه معايا بعد ما نشفت كده ما شاء الله. يبقى كل الخطوات اللي احنا عاملينها صح، مفيش كلام. كده معايا نشفت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. وانا جهزت المصفى وفيها الشاشه البيضه دي
شاشه تكون بيضه، لازم يبقى اللون ابيض عشان نضافه الجبنه. معايا شاشه بيضه وحطها في قلب مصفى، وان شاء الله باذن الله انا هاخد الجبنه دي اقوم مفضياها في المصفى واسيبها لغايه ما تصفى. مثلا احنا النهارده الوقت الساعه 10، هسيبها مثلا لغايه الساعه 12 الظهر تصفى كده لاخر ميه خالص، واوريها لكم في الطبق. انا بس هجيب المعلقه واقطع كده منها حته اوريكم عامله ازاي. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ عايزه اعرفكم بس عشان ما تقولوش لا ده هي لسه لبن وهي مش موريانا. اهي شوف، حتى الميه مش موجوده ما شاء الله. يبقى الخطوات اللي انا قلتها تمشوا عليها خطوه خطوه، وتركه تركه هتطلع معاكم بالطريقه العسل دي. هتطلع معايا احلى جبنه باذن الله. انا هصفيها وهوريها لكم وانا حطاها في المصفى وقافله عليها، وبعد كده اما تنشف خالص ان شاء الله نرجع مع بعض تاني. شايفين يا حبايبي؟ انا حطيتها معاكم في الشاشه اهي. الشاشه الجبنه موجوده اهي في قلبها. انا هقفل عليها، هبرم الشاشه قوي يعني، هقفل عليها الشاشه واسيبها ساعه ولا ساعتين تنزل الميه خالص، واحتفظ بالميه بتاعتها عشان اسيب جزء منها وانا حطاها في العياشه في التلاجة عشان ما تنشفش. بس عموما اللي هي معموله بلبن جاموسي صافي كامل الدسم دي ما بتنشفش، ما تقلقوش منها. ان شاء الله تطلع احسن واطعم جبنه. هوريها لكم ونقطعها مع بعض باذن الله. وانا ان شاء الله هسيبها تصفى واوريكم بعدين. خير، ازيكم يا حبايبي؟ الوقت انا قلت لكم ساعتين والجبنه بعد ما تطلع هوريها لكم عامله ازاي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، مفيش فيها غلطه. انا هقطعها زي ما انتم شايفين عشان بس ما حدش يقول لي هي فيها اي غلطه. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ شايفين الجبنه حلاوتها عامله ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. انا دول تقريبا كيلو ونص، طالعين من 4 كيلو جبنه. طالعين من 4 كيلو جبنه، يعني ب 120 جنيه لبن طلع لي كيلو ونص جبنه. ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. شايفين الخرطات عامله ازاي بتاعتها؟ ما شاء الله. ولا تخريم ولا فيها عش غراب ولا فيها اي حاجه، وصنع ايدينا وحاجات من البيت كلها نظافه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده فيديو الجبنه، يا ريت يكون عجبكم ويا ريت تشتركوا في قناتي واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.